السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة موضوع حلقتنا يا شباب هو عن أدوات الاستفهام في اللغة الألمانية لمستوى ال A1. ولكن في الحقيقة احنا هنشرح في الفيديو دوت تقريبا حوالي 95% من أدوات الاستفهام في اللغة الألمانية. فالفيديو دوت أو الدرس دوت مهم جدا ليك، لأنه هيفضل مستمر معاك لجميع المستويات القادمة، وهنبتدي نستخدمه في الفيديوهات القادمة. ازاي نبتدي نكون جملة، ازاي نسأل، ازاي نعرف نتعمق ووعيك يبتدي يتوسع في اللغة الألمانية. فعندنا هنا هو أدوات الاستفهام دي Fragewörter اللي هي أدوات الاستفهام باللغة الألمانية. عندنا هنا هو أول حاجة، أول أداة استفهام هي was. was was يعني ما أو ماذا، ما أو ماذا. عندنا Beispiel كالعادة علشان يبسط علينا الموضوع هقولك was ist das، ماذا يكون هذا أو ما هذا. بالراحة هقولك was ist das، ولكن بسرعة was ist das، was ist das، ماذا يكون هذا. تاني أداة استفهام عندنا وهي مهمة جدا وتشمل أغلبية أدوات الاستفهام في اللغة الألمانية هي wie. wie وهي في الحقيقة ليها أكتر من معنى في اللغة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فأول حاجة ليها تيجي بمعنى كيف. فمثلا أقول لك wie geht's dir، كيف حالك. wie geht's dir يعني كيف حالك. ممكن تيجي بمعنى كم. فمثلا أقول لك wie spät ist es، كم الساعة الآن. لما تحب تسأل عن الوقت، عايز تسأل هي الساعة كام دلوقتي، بتقول wie spät ist es، بسرعة wie spät ist es. أو ممكن تقول wie viel Uhr ist es، wie viel Uhr ist es، كم الساعة الآن. تمام. رابع حاجة عندنا وما زلنا مع في وهي wie schnell، كم سرعة، كم السرعة wie schnell. فأقول لك مثلا wie schnell ist das Auto، كم سرعة هذه العربية. wie schnell ist das Auto، wie schnell ist das Auto، كم سرعة هذه العربية. طب لما تحب تسأل عن التمن أقول لك wie teuer، wie teuer. فمثلا أقول لك wie teuer ist deine Jacke، كم سعر سترتك. وممكن برضو نقول was kostet، was kostet. تمام. فأقول لك was kostet deine Jacke، was kostet deine Jacke. سادس أداة عندنا وما زلنا مع في عن العمر. لما تحب تسأل عن العمر تقول wie alt، wie alt يعني كم عمر. فأقول wie alt bist du، كم عمرك. wie alt bist du، بسرعة wie alt bist du، كم عمرك. سابع حاجة wie weit، wie weit كم يبعد. لما تحب تسأل عن مسافة فأقول wie weit ist die Bank von hier، كم يبعد البنك من هنا. wie weit ist die Bank von hier، wie weit ist die Bank von hier. تمام. لما تحب تسأل عن الكمية اللي هي الأشياء التي لا تعد، وطبعا ليها شواذ في اللغة الألمانية زي ما هنشوف دلوقتي، فبنقول wie viel، wie viel يعني كم الكمية. فمثلا أقول وأنا قاصد إن أنا أجيب لكم المثال دوت أقول لك wie viel Geld hast du، كم تملك من المال، كم عدد المال لديك. wie viel Geld hast du. هتقولي طب ما الفلوس بتعد، أنا أقدر أعد الفلوس، ولكن في اللغة الألمانية هي لا تعد، فهي صيغة ثابتة. أقول لك wie viel Geld hast du، تمام، كم عدد المال لديك. طيب wie viele ضفنا لها ايه في الآخر، يعني كم عدد اللي هي الأشياء التي تعد. فأقول لك wie viele Brüder hat محمود،
Wie viele Brüder hat محمود؟ كم عدد الإخوة لدى محمود؟ طبعا هنا ديت اللي هي كانت بالأملاوت، ولكن ممكن نستبدلها بنحط ايه بعد الحرف لو ما عندكش أملاوت، وهيبقى الجراماتيك صحيح. فأقول لك wie viele Brüder hat محمود؟ كم عدد الأخوة لدى محمود؟ عاشر مع حاجة معانا النهاردة وما زلنا مع في تيجي بمعنى ما. فمثلا أقول لك wie lang، wie lang ما طول. فأقول لك wie lang ist diese Straße؟ ما طول هذا الشارع. فأقول لك بسرعة wie lang ist diese Straße؟ wie lang ist diese Straße؟ الشارع ده طوله قد ايه؟ فvie lang يعني ما طول، تمام. wie groß يعني ما حجم، groß يعني كبير وهي صفة، لما بتيجي مع في فبتسأل عن الحجم. فأقول لك wie groß sind Sie؟ ما حجمك؟ انت حجمك ايه؟ wie groß sind Sie؟ تمام. عندنا wie hoch يعني ما ارتفاع، لما تحب تسأل على ارتفاع عمارة، عن برج، عن اي حاجة فبتقول في هوخ. هوخ يعني عالي، لكن لما بتيجي مع في بتيجي بمعنى ما ارتفاع. فاقول لك في هوخ است der Turm؟ ما هو ارتفاع البرج؟ في هوخ است der Turm؟ في هوخ است der Turm؟ 13 معانا في لانج. لو تفاكر في لانج قلنا هي ما طول، ولكن في لانج ضفنا ايه في الاخر بتيجي بمعنى ما المدة او كم المدة. فاقول لك في لانج bleibt منى هي؟ اما عايز تقول ما المدة التي ستمكثها منى هنا، يعني منى هتقعد قد ايه هنا، لسه هتقعد معنا قد ايه مثلا. فاقول لك في لانج bleibt منى هي؟ في لانج bleibt منى هي؟ 14 وما زلنا مع في. فأقول لك في تيف. تيف يعني عميق، لكن لما بتيجي مع في بتيجي بمعنى ما عمق. فكل دوت انت برضو بتحفظ صفات، يعني شغل وعيك وشغل ذكائك انك انت تحفظ الصفات في نفس الوقت، تمام. يعني هوخ يعني عالي، لانج يعني طويل، تيف يعني عميق، وهكذا. فأقول لك في تيف يعني ما عمق. أقول لك مثلا في تيف ist das Meer؟ ما هو عمق البحر؟ Wie tief ist das Meer؟ Wie tief ist das Meer؟ تمام. 15 عندنا أقول لك wie oft؟ كم عدد المرات. لما عايز أسألك أقول لك مثلا كم عدد المرات اللي قدت فيها عربية، كم عدد المرات اللي سقت فيها سيارة يعني. فأقول لك wie oft haben Sie Auto gefahren؟ Wie oft haben Sie Auto gefahren؟ كم عدد المرات التي قدت فيها عربية، كم مرة سقطت عربية. 16 معانا وهي مستخدمة بشكل كبير جدا، هي كلمة varum وبتساويها فيزو. هي المستوى متقدم، ولكن برضه انا حابب اقولها لكم بحيث انك انت تبتدي تستوعب، ولما تحب تقرا مثلا بوست تبتدي تفهم وعلى الاقل كام كلمة فيه. فvarum فيزو يعني لماذا، ليه. فاقول لك warum bist du froh؟ انت لماذا تكون سعيد، انت فرحان ليه. warum bist du froh او wieso bist du froh؟ يعني انت سعيد ليه، فرحان ليه. 17 عندنا وهي wo يعني اين. wo اين. wo ist dein Sohn؟ اين ابنك، ابنك فين. فwo يعني فين. اقول لك wo ist dein Sohn؟ اين ابنك. او لو مثلا بكلمك في التليفون وعايز اقول لك انت فين، اقول لك wo bist du؟ wo bist du؟ تمام. woher من اين. woher من اين لما تحب تسأل عن الجنسية مثلا تقول woher kommst du؟ او wo kommst du her؟ يعني من اين تأتي حضرتك، جنسيتك ايه. فخلي بالك انك هنا دي ممكن تنقسم لجزئين، ممكن تيجي مع بعض كده زي ما انت شايف
woher ككلمة واحدة، وممكن فو تيجي هنا وهي تيجي في الآخر خالص الجملة برضو بمعنى من أين. فأقول لك woher kommst du، من أين تأتي حضرتك، جنسيتك إيه، أو wo kommst du her برضو نفس المعنى. فركز في الملحوظة ديت لأنها بتستخدم مع الألمان كتير جدا. رقم 19 عندنا أقول لك wohin يعني إلى أين. فأقول لك wohin gehst du، wohin gehst du إلى أين أنت ذاهب، أنت رايح فين. أو برضو أقول لك wo gehst du hin، wo gehst du hin. تمام، تركز في الملحوظة ديت. 20 معانا هي wann متى، بالمصري امتى. فأقول لك wann bist du gestern gekommen، متى عدت الأمس، يعني انت جيت امتى امبارح. wann bist du gestern gekommen، wann bist du gestern gekommen، gestern يعني أمس امبارح. 21 معانا وهي الأداة wer، wer من للعاقل الفاعل. تمام، يعني لما تسأل عن واحد قام بفعل شيء فهو الفاعل وهو عاقل، يعني شخص بني آدم. تمام، فأقول لك مثلا wer sind wir، من نكون نحن، زي ما التونسيين بيقولوا شنكون احنا. wer sind wir من نكون نحن، فأنا هنا بسأل عن عاقل اللي هو احنا. تمام. 22 معانا وهي الأخيرة wie viel Uhr يعني في أي ساعة، في تمام أي ساعة. wie viel Uhr يعني في أي ساعة. فأقول لك مثلا wie viel Uhr beginnt das Spiel، في أي ساعة ستبدأ اللعبة، إمتى بالظبط هتبدأ اللعبة. wie viel Uhr beginnt das Spiel، beginnen يعني يبدأ، وdas Spiel يعني اللعبة وأداتها das، زي ما خدناها في حلقة أهم 100 كلمة بالأداة بتاعتها والمثال بتاعها. لو ما شفتهاش هيظهر لك الرابط فوق، ارجع شوفها. وبرضو في حلقة مهمة جدا هي عن ازاي تخلي الأداة في جيبك، هي مهمة جدا لأي واحد لسه بيدرس اللغة الألمانية، بحيث ان تتعرف ازاي ان الكلمة دي أداتها der das oder die من خلال الفيديو دوت. بس كده، ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. الموضوع بسيط جدا ومهم جدا جدا جدا، فهتستخدمه في كل مستويات اللغة الألمانية. فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. لو عندك أي سؤال أو استفسار ما تترددش واكتب لي في الكومنتس تحت. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mahmoud. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو لأصدقائك. أشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم.